السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أتم صحة وأحسن حال. يجعل سعادة الدنيا والأرض ما بين إيديكم، اللهم آمين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده حطينا الحلة بتاعتنا، معانا قطعة دهنة حلوة كده مع معلقة سمنة بلدي، ودوبناها مع بعضها كده. بندوبها كده واحدة واحدة على نار هادية قبل ما ننزل بالبصل بتاعنا. تمام. واحنا بننزل بالبصل بتاعنا كده، انا ما حبيتش اضيع من وقت الفيديو فقطعت البصل طبعا برا الفيديو. ندعي بقى لاخواتنا اهل فلسطين، خصوصا غزة. ربنا ينصرهم ويجمع شملهم على خير بإذن الله. عوضهم عن كل شافوه ويرد لهم أرضهم في أقرب وقت وينصرهم نصرا عزيزا جميعا يتعجب له أهل السماء والأرض. افتكروا اخواتنا السودانيين يا جماعة وادعوا لهم. اللي بيحصل عندهم معتم عليه، مفيش أخبار عنهم خالص، رغم اللي بيحصل عندهم حاجة توجع القلب وكريسي والله بمعنى الكلمة. ربنا ينصرهم هم كمان ويعزهم ويرفع الظلم عن كل مظلوم. أهل فلسطين، أهل غزة، أهل سوريا، أهل السودان، كل مكان في حد بيتمارس عليه ظلم أو عدوان، ربنا وحده ينصرهم ويرفع عنهم اللي هم فيه ويعوضهم خير، اللهم أمين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده نزلنا بالبصلة بتاعتنا، يا دوبك بنديها تشويحة مش بحمرها. انا بدبلها بس. بعد ما بدبلها بنزل باللحمة بتاعتي الموجودة عندي. اول ما بنزل باللحمة مش بقلبها، بسيبها الاول تاخد صدمة شوية كده، وبعدين اول ما بحس ان هي بدأت تاخد الصدمة من تحت وغيرت لونها، ببدأ اقلبها على الناحية التانية واقلبها عشان كلها لونها يتوحد وتتشوح. طيب هنا لو انتي شاكه ان اللحمه بتاعتك كبيره، او كبيره يعني كبيره في السن مش كبيره في القطعيه، كبيره في السن يعني هتاخد منك سوا جامد، فانت بتيجي في التكه دي بتحط لها نص معلقه سكر مع التشويحه، بتسرع معاكي شويه من عمليه السوا. اما لو لحمتك صغيره تمام زي لحمتك كده مش هتاخد سوا، فعادي يعني ما تحطيش اي حاجه. وكده كده مع الطماطم هنحط برضك حبه سكر بتعادل الحموضه. ماشي. لايك بقى وشير القناه بقى، ما تنسونيش بالكومنت الحلو اللي بيشجعني. لو انت اول ما تخش عندي القناه اضغطي على جرس الكل عشان يوصلك مني كل جديد، كل حاجه نزلها تكون انت اول حد يشوفها باذن الله. نزلنا كده بالطماطم، كنت ضرباها وصفيتها كده. اتفقنا ان انا بحب اصفي الطماطم، وان القشر والبذر بتاعها خصوصا طماطم الصيف ما بيبقاش ليه اي فايده، بالعكس بيضر المعده وبيضر القولون. فما منهوش فايده. يعني الناس اللي مفكره ان هي بتوفر عشان مش بتعصر الطماطم او مش بتصفيها، فيا جماعه والله ما فيها اي توفير، بالعكس انت بتصرفي اكتر لو تعبتي معده ولادك ومعدتك. تمام. خلاص بقى نزلنا بالطماطم بتاعتنا، هنغطي عليها ونسيبها تاخد وتدي مع بعضها كده لحد ما تتسبك خالص. مش هنيجي يا لحد ما تتسبك. هنا كانت خلاص. يعني ايه تتسبك؟ تتسبك يعني تشوفيها بالمنظر ده، والطماطم تبقى تقيله معاكي، تبقى الطماطم تحت وطالع على وشها كده ايه الايدام بتاعها اللي انت حطيتيه، او الماده الدهنيه ايا كانت الماده الدهنيه دي ايه. هنزود بقى حبة مية كده سخنة زي ما اتفقنا. المية دي عندك كاتل بتحطي مية، عندك البراد. قلت لكم انا مش بحب مية الكاتل في اي حاجة، ولا بحب شاي الكاتل. مش بحب الحاجة اللي بتتعمل بسرعة، انا بحب الحاجة اللي بتتعمل على نار هادية كده براحتها وعلى هادي كده. خلاص هنا اللحمة بتاعتي كانت دخلت في السوا، فنزلت بالبسلة. كان عندي كيس بسلة كده متفرزة في الفريزر، من أفضل الخضروات طبعا اللي بتتفرز البسلة. مش بفرزها بأي طريقة مختلفة، يا دوبك بفصصها وأحط معاها حبة الجزر بتاعتي أحطها لوحدها وفي الفريزر، لا بسلق ولا بصفي ولا أي حاجة. طلعها من الفريزر بشطفها شطفة وانزل بيها على الطبيخ بتاعي. نذكر الله بقى كده، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، عاد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد ما البسلة والجزر دخل في السوا معايا بطاطساية واحدة بس، بطاطساية واحدة، وبقطعها قطع صغيرة، لا هتتهري ولا هتتفعص منك ولا هتنزلي مدى ولا أي حاجة. وببدأ أظبط الملح بتاعي والفلفل الأسمر. البسلة بتاعتي بحط لها ملح وفلفل أسمر ونطرة سكر بتتحط مع الطماطم علشان خاطر تعادل الحموضة، مش أكتر من كده. حابة يا ست الكل تحطي توابل تانية، بهارات لحمة، بهارات مش عارف ايه، بهارات 7، بهارات 6، بهارات 7، دي انتي براحتك بقى خالص. البهارات الزيادة انتي متعودة عليها براحتك، بس صدقيني أكلنا بتاع زمان وأكل أهالينا كل ما بترجعي لحاجة زمان كده وتمشي على الحاجات العادية التقليدية، بتلاقي أكلك ريحته وطعمها طالعة كده، ليه طعم مميز. الأكلات اللي فيها بهارات كتير وأنواع كتير من التوابل طعمها بيبقى ملهاش طعم، ما بتبقاش
في طعم مميز لها، ما بيبقاش في طعم مميز لها خالص. اما الاكلات التقليديه بتاعت اهالينا بتاعت زمان بتبقى فعلا يعني ليها يا دوبك ملح وفلفل، كمون وشطه، مش عارف ايه، كزبره. كل طبخه وليها توابلها اللي بتحليها وتطعمها، وكل بيت وليه مدار طبعا، وكل ست ولها حاجتها اللي متعوده عليها. تمام. خلاص هنا البسله بتاعتنا كانت اتظبطت خلاص. هفضيها بقى في طواجن وادخلها الفرن عشان ولادي بيحبوها ناشفه. وهنا بعمل ايه؟ هنحمر حبه شعريه عشان نعمل طبق رز حلو كده يتاكل جنب البسله. انا بالنسبه لي بحط نص كيس الشعريه اللي هو 300 جرام او 400 جرام، اللي هو مش نص كيلو، باخد نصه وبحط عليه كوبايه رز. قلت لكم ولادي مش اكيله، ولادي كبار صحيح، عندي شباب وعندي بنات ما شاء الله زي الفل، بس اكلهم ضعيف جدا. فبعمل الاكل بكميات قليله علشان كمان خصوصا الحر الاكل ما يباتش ويتهدر. وصدقيني وانتي بتغرفي لولادك خلي كمياتك قليله جدا، هتبص تلاقيهم اكلوها وتوفر. حتى لو انتي حاسه ان هم كده ايه يعني، تقولي ده هم ما اكلوش، ده ما اخدوش، ده ما اكلوش كتير، مش بالاكل الكتير. طالما هم شبعوا كده خلاص، هم اضرب معدتهم يعني، انت حط لهم قليل واكلوا وشبعوا احسن ما تعملي كتير ويتهدر ويترمي. كنت بغرف لكل واحد طبق ومش كميات كبيره، وكان برضك بيتهدر. دلوقتي بغرف طبق كبير بحطه على السفره او على الطبليه، وهم بيحطوا لنفسهم الكميه اللي هم عايزينها. ده اوفر ومش بيهدر معايا حاجه خالص. اول ما الشعريه بتاعتي تتحمر بكون محضره رزي غسلاه ومصفياه وحطاه جنبي، بنزل بيه على الشعريه وبديله تشويحه حلوه كده زي الفل كده. مش بحمره التشويحه، مش معنى ان انا بحمره تشويحه يعني بخليه كده يتقلب مع الشعريه كده، كده يطلع لي ريحه حلوه كده. تحسي ان الرزايه مع الشعريه مفرفرين كده من بعض وشكلهم حلو كده، الشكل والملمس اللي انت حاساه بالمعلقه يفتح النفس. بتكوني برضك يا محضره ميه سخنه غاليه في البراد، يا بالكتل زي ما انت بتحبي، يا ميه بارده. انا بحط ميه بارده. تمام. قلت لكم قبل كده مش بحب اضحك عليكم، بقول لك الصح ايه وبقول لك انا بعمل ايه. انا بحط ميه بارده وبخلص نفسي. لما بكون مستعجله فعلا وبسرعه بحط البراد في ريحي على ما تكون الشعرات حمرت تكون الميه غلت، وبزود بميه مغليه علشان يقوم بسرعه ويستوي بسرعه. مش مستعجله فخلاص بحط ميه من الكوز. واتفقنا كوبايه الرز المصري ليها كوبايه ميه للناس اللي بتعمل بالعيار خوفا من الرز يطلع مش مظبوط. طلعنا الطواجن بتاعتنا كده بعد ما نشفت، غسلت حبه جرجير حلوين وهنحط حبه مخلل، ودول حبه الرز بتوعنا كده، والف حمد والشكر كده عليهم. ده غدانا النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، متنسونيش من لايك والشير والكومنت الحلو بيشجعني. ومعادنا معاكم الفيديو الجاي باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.